شلونكم؟ صباحكم الله بالخير بتوقيتي. أمس كنت وايد متأخر، اليوم ما عندي زباين فقعدت وايد متأخر. اوكي، أول شي راح ألبس عدساتي، إن شاء الله اليوم راح يتوفرون خلاص أونلاين. يعني هذا اللون من أكثر الألوان اللي أنا أحبها. في هم لون ثاني الأمانة هم وايد أحبه، بس هذا راح ينزل ما أدري متى. بس هذا يعطيك كذي جمال حق العين وايد حلو، وايد أصلا بعد يصلح حق العيون الغايرة الصغيرة اللي ما فيها مثلا بروز، أو مثلا تعرفون لما بنية صغيرة تحبي تحطين فتحة بعينك، هذا يعطيك ايموشنال ان العين أكبر. هذه العدسة تعطيك إحساس ان العين أكبر، العين أبرز تصير. بصراحة وايد أحبه. هذا عدستي إن شاء الله اسمها دودو من أمارة. شوفوا أبيكم تشوفون أن قطر العدسة 14.2 وايد خفيفة، ما تضايق العين، غير كذي ما راح تسبب لك أي حساسية في عينك. وبعدين خفيفة نفس خفة العدسة اليومية، هذا اللي يميزها صراحة. زين، الحين راح نبلش توتوريال، وبقول لكم اليوم عندنا 3 منتجات جدد للأمانة، يعني همن تجارب. اوكي، هذا العشق ما اقدر ابدا هو افضل تونر يمر علي بحياتي. ما يعني الأمانة أحس كل ما أغير أرجع له. بالنسبة لي هو المفضل، يطلع بلاوي من الوجه أنتي ما شايفتها. وايد 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 أحبه بشكل ما تتخيلونه. هذا أكوجي وايد ممتاز. أوكي الحين بقول لكم إن شاء الله. هذاك اليوم جربت هذا الكريم من شارلوت تيلبري، هو قال إنه هو ماجيك كريم، فما أدري وين الماجيك، يمكن في ماجيك أنا ما شفته. جربته الأمانة مرتين ما يازلي. حلو، بس دقيقة بس بوريكم ليش ما يازلي. هذا من الكريمات اللي حسيتها دبقة، يعني لما تحطينها مو بسرعة تتشربها البشرة. هذا قوامه وايد قريب من قوام البيبانثين. أنا ما أحب هذا القوام إذا بتمكيج، ما أحب. يعني ممكن هذا كسكين كير ممكن كسكين كير اي، بس ما ادري كميك اب انه تحطينه وتحطين فوقه ميك اب، مو ذاك. وما شفت اي ماجيك بالموضوع، وسعره غالي، يعني ما شفت اللي ماجيك كريم. وين الماجيك؟ وين السعر؟ ما شفت اي شيء الا غير منظر دبق، يخلي وجهي دبق، يخلي الفاونديشن يتحرك. اوكي هذا هو ما يازلي للأمانة. ممكن في شغلات حلوة بهالبراند، بس ما حبيته للأمانة، ما طاح علي، ما يازلي. اوكي الحين عندي لحظة بس لازم هذا بعده شذي اسوي، اشيل الطبقة اللزجة هذه. احس يخلي الوجه، شوفوا ستيكي. انا ما احب هالسالفة بالذات بالفاونديشن، ما راح تخلي الفاونديشن ثابت. الحين لحظة بس خل أبطله
ان ايدي دبقة صارت. راح احط اول خطوة الايبرو. اول خطوة هي الايبرو واكس. بهالشكل بوقف شعر حاجبي بشكل صريح. طبعا بنات اذا انتي يطلع معاك ابيض او يتغير لونه حطيه قبل الفاونديشن او قبل اي حتى كريم ترطيب عندك. بعدين انومهم، ما احب يظلون واقفين هيوج. اوكي ودي اجرب لكم الماجيك بلاش بدون فاونديشن. بوريكم اول شيء هو لونه. بدون فاونديشن ايش كثر هو ثابت وطبيعي ويعطيك نفس الدوي لوك، كنا وجهك فيه لمعة. وهذا يعني حتى لو مثلا صيف مسبح ما ادري شنو وايد راح تحبونه. اوكي شوفوا الكمية عاد انتي وكيفك، تبي تحطين منه وايد تبي تحطين منه شوي، تبي اللون واضح تبي اللون خفيف، وحيل حيل 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 ثابت. يعني شوفوا يعطيك توريد طبيعي. اوكي وثابت يظل ثابت، ما تحسين انه في شي يدبق، ولونه حلو حل الوجه. والاحلى بعد انه مع الفاونديشن لونه يصير وايد صريح، يعني ما تحسين انه هو اختفى مع الفاونديشن او انه ما قاعد يطلع لونه. وايد انواع كذي من الماجيك بلاش لما تحطينه على بشرة خالية يطلع حلو، بس لما تحطينه على فاونديشن ما يكون واضح اني انا حاطة بلشر. فهمتوا؟ هذا ناجح ناجح بامتياز. الحين راح احط فاونديشن اموت بالبرش مالتي. انزين اليوم هذا شارلوت تيلبري بيوتيفول سكين فاونديشن. يعطيك هيلثي لوك سكين داي، تستخدمينه بشكل يومي. وايد حلو وايد حلو، انا هذا حبيته وايد حبيته من شارلوت. قوامه حتى حيل حلو بس ما توفقت بالدرجة. احس هذه الدرجة شوية ناطعة علي، بس عادي يعني انا بالنسبة لي ما يفرق. بس شوفوا تغطيته يعطيك هيلثي سكن. اوكي هذا هو من شارلوت. هذا عندي بالنسبة لي احلى من في واحد صغير كان عندهم. وينه هذا بشكل يومي علي ما حبيته، كنت اخلطه مع فاونديشنات ثقيلة حق زباين يعني اخلصه. بس هذا يجنن، او ما ادري هم مسوين هذا نفس التركيبة وايد حلو. وهذا من الكريمات اليومية الحلوة، وفعلا يعطيك هيلثي سكن، يعني تحسين كذي بشرتك حلوة فيها رونق حلو. اوكي شكل شوفوا وش حالاته يومي. هذا بنات رهيب رهيب. اللي تدور فاونديشن يومي انصحك جربيه. رقمي فيه 3 ناتشورال. اوكي هذا هو من شارلوت تيلبري. اوكي يعني انا هالفترة فترة التجارب العالمية عندي. اوكي
احط شوي على عيني كذي. اوكي الحين كونسيلر مجربة من شارلوت. هذا الكونسيلر يصير فوق، اوكي معلق، يصير فوق سبونج حلو، بس في عيب شرعي، بسرعة يخلص وسعره مو هين، سعره يمكن تقريبا 14 دينار، بس بسرعة يخلص، يعني ما يمديش تحطينه الا خلص يعني. انا مخلصته ب4 استخدامات. هذا وايد حلو، اللي يصير فيه اسفنجة من فوق. منزلين نوع جديد همًا يومي اسمه بيوتيفول سكين راديانت كونسيلر. طبعا انا هالفترة وايد قاعد اجرب كونسيلرات جديدة للأمانة، عشان ابي اسوي لكم الريفيو مال الكونسيلرات، فكان احتاج اني انا اجرب كونسيلرات. هذا بصراحة حبيت القوام الحين، وحبيت التكتشر ماله البارز شوي، في كمية ترطيب وايد عالية، فانتي ما قاعد تحطينه، قاعد تحطين كونسيلر حيل رطب تحت عينك، فما راح تحسين شي كأنه شي يابس او انه مؤذي. حتى بتوزيعته يظل الملمس ثك. اتوقع هذه مجموعة يومية جديدة منهم، بس ناجحة. بعدنا بصراحة شارلوت هني ستافهم بالكويت سيئين الأمانة، اللي بمحلهم بالأفنيو وايد سيئين الستاف، تنفس عليك وما تطلع لك كنا انتي قاعد تشترين من حلالها. اوكي هذا هو حلو، كفر ماله ترى ميديوم تو فل، مو فل كفر. الحين فرشة الفاونديشن، تكفى تشوفوا اللون شلون واضح، لون صريح قاعد تحطينه واضح، فهمتوا؟ ما تحسين لون بالغصب يطلع، لا لون صريح وواضح. تحطين الكمية اللي انتي تحتاجينها، وحتى مع البلند يظل واضح وشي شايني. هو شوفوا الجمال. هذا العشق الجديد حق اللي يحبون بلش الوردي، ابي حطيه تحت البلشر الوردي. حق اللي يطير عندها البلشر مو ثابت، حطي هذا تحته، لانه هو اوريدي لون، فتحطين فوقه البلشر، تحطين فوقه البلش راح يصير خيال ثبات لغاية ما تغسلين وجهك، متأكدة مليون، مو مليون، فوق المليون. هذا اوكي. الحين لورا مارسي في لوس باودر جديدة جربتها، بس باكر هذا اقول لكم عنها بعد، مو كل يوم طلع لكم 15 منتج جديد. اوكي تحت عيني اهم شي عندي، احب النظافة، احب واكره الميك اب المو نظيف او اللي مدبق، ولا بصمات الوجه تكون اتنرفز من هذا المكياج. اوكي طبقة زيادة كذي حق التنوير. شوفوا شلون الماجيك بلاش ستيل محافظ على لمعته حتى بعد التثبيت. طبعا انا اليوم اشتغلت على الدراعة، فالميك اب راح يكون على اساس الدراعة. دراعتي اليوم بلين بيضة بس فيها بني، ف يبي لها بعد ميك اب وايد سمبل وايد سوفت عشان يطلع ينن. اوكي وما راح اطلع من درجات البراون فيها. أوكي. اول شيء راح اخذ باودر، اي كومباكت باودر راح احطه
أطفي الجفن بالكامل. حطيت هذه. الحين استخدم هذا البالت من عهود، أحبه وأحب ألوانه ودرجاته لأنها كلها براون. اوكي، راح استخدم درجتين. المنظرة قاعدة تموت عندي، قاعدة تموت. شوفوا وايد أحب الدرجات هذه البنية اللي شوي فيها طقة أورنج تزهي، ما تدفن عينك، فهمتوا؟ أوزع بهالشكل على عيني. هذا اللون يبتشي. طيب بعدين راح اخذ فرشة صغيرة حق مو صغيرة، اهدى شوي، نظيفة، راح اخذ فيها لون غامج بحطه كذي. شوفوا شلون وضوح الالوان بارز معاي، وهذا اللي احنا نبيه، الوضوح. درجات بني واضحة، واضح انه هو بني، مو بني على مشمشي او بني على براون او بني على براون، مو بني على عنابي ولا بني على رمادي، لا بني صريح. هذا اللي احبه وايد ببالت عهود، درجات البني وايد واضحة ووايد صريحة، وواضح ان هي لونها بني، فهمتوا؟ بنات بعد اللي وايد يسألون عن البراند مال عهود، موجود بس بموقعها عهود بيوتي. راح احط لكم منشن على سنابها، هي كلها تحط الموقع مالها. وايد خيال البالت اي شادو ناجح. الحين نفس الشيء، نفس التدرجات راح ادرجها دايركت تحت العين. كذي بدون تفخة بدون شيء، لأن ما ودي. اوكي، الأغمج نقطة بس من تحت، تك 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 تك. هالشكل أوزع. عادي أبي تطلعي. بعدين راح أريد بيضاء وأمانة. البلشر شحلاته، كأنك حاطة بلشر مع إضاءة، فظيع والله، تعال شحلاته. كذي. الحين شنو بحط 5 minutes then come back. I want you to glow. بحط شوي بلشر مات
لونه وردي. أبغى مكياج اليوم سومي حيل. اوكي، الحين بحط صار دور البرونزر، احطه انا احب البرونزر مالي بصراحة وايد اكنتر في خشمي. اوكي، بزيته شوي. انا احب ابين خشمي دقمة اكثر ما هو صغير. احب عاد كل واحد كيفه. احب هذه اللي هني الفاتح واي، احب كذي. احب كل واحد حر باللي يحبه عليه. انا احب كذي خشمي بين محدد، هني احط فاتح لان انا خشمي فيه هذه سلة السيف طرن، مو سلة سيف دينا، هذه الزحلاقية وايد يعني على جنب احسها، فاحب ابرز انه كنا خشمي واقف، فهمتوا؟ شوي راح اطول الحاجب. تدرون احس صايرة ما اطولهم وايد عكس قبل، كنت اشبكهم اكثر مع ابني. هادية انا هالايام، هادية هدوء ما قبل العاصفة. احس برمضان لانه فاضية قاعدة راح ابدع بالحواجب. حواجب ابو جايبة ستيكرات وسوالف حق ستوريات رمضان تينن يعني. انا كل رمضان معودتكم ان انا اكون فاضيه فاسوي لكم دورات مجانيه عن طريق السناب شات. هذا الشيء انا وايد احبه، لكن هالمره قاعد احاول اتعاون مع شركات عشان يقدمون لي هدايا، فهمتوا؟ مو يقدمون لي انا اخذ هديه، لا يقدمون لكم انتوا، فهمتوا؟ فقاعدة أدور شركات يتعاونون معاي. للأمانة عندي شركتين أكيد معاي، هم دائما معاي بكل مكان. بس قاعد أدور أكثر. راح أسوي لكم دورات رمضانية عن طريق السناب شات، حاجة إيه فلة. راح أخليك لوكاتكم بالعيد تخرع، يعني برمضان شهر طاعة وعبادة حلو. راح تيج مثلا هذه الحزة اللي بعد الفطور التخمة، بطلي سنابي تشكي تعلمي. زين شوفوا ايش حالات ابي في شيء طلع اونلاين بس انا ما قاعد اشوف. انتم نصيبكم عاد شنو اللي طالع، لان انا قاعدة اصور. ما ادري شو اللي طلع، العدسات ولا البلش. شوية انا حاجبي مويل، هالحاجب كذي رايح نايم فاحب اصحي. انا استخدم قلمي مع الحواجب واحط فوقه الايلاينر مالي. الحين ما ادري احط ايلاينر، ودي والله بايلاينر بس مشكلة بروح عقب السوق بشتري حق عيالي اغراض، فاحس اذا حطيت ايلاينر كبير اوريدي انا بصور. الحين عقب ما نظفت شكو ركبت رموش، حطيت ايلاينر حده طاعة والوجه. أبيت في ون نود لبستك تواز هير يسترداي بس لقيتها. أمس سألتوني عن حمرتي والله راح تنصدمون. الحين بس خليني أحط محدد. زين شو بحط محدد مالي أكيد مالي له سعره يهبل 3 دنانير ونص. الكواليتي يجنن، ايش كثر بسرعة يمشي على الشفايف.
بس لا ترس شفايفي منه كاملة لأن الحمرة مو ثابتة. عقب شوية تانت على الشفايف. هذا مع العهود اسمه دريم. الحمرة من براند جاست جولد، رقمها 22. هذا براند تركي حلو بس مو وايد ثابتة، يعني بنص طلعتك حمرتك ضايعة. شنوها؟ سعرها 1.5 دينار. أحب هاللون، بس قلت لكم عيبها مو ثابتة وريحتها خايسة. اوكي هذه هي جست راح اصورها لكم. كذي أكون خلصت لك اليوم. لك وايد حلو، وايد كشخة وإليجنت، شيء ما تزهق العين عقب فترة. اوكي الحين بس أحس عيني هذه نايمة، أهم شي عيني نايمة، فبقعدها راح أقعد عيني هي بعد. اوكي شوية بحط قلمي الأسود، هذا من رايل بنسل. أحي بلا بري بط عيني. طبعا برا عندنا حفلة. اوكي كذي أكون خلصت اللوك، إن شاء الله يكون عجبكم. حاز على العدسات متوفرين خلاص صاروا في البوتيك. استغلوا فرصة الشحن أو التوصيل المجاني حق المنتجات حاليا. الماجيك بلاش صار في البوتيك عليه. طبعا دراعة اليوم خيال الحيل، يعني